السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا طلاب أولى إعدادي؟ النهاردة فيديو جديد هنشرح تاني حاجة في الجرامير بتاع أولى إعدادي في منهج بيان فينو، وهي أدوات التجزئة. هنعرف يعني ايه أدوات التجزئة وبنستخدمها في ايه وكل حاجة عنها. وزي ما قلت لكم قبل كده أنا بشتغل من كتاب جينيال. الشرح هو هتلاقوه في كتاب برافو عادي جدا، والأسئلة هسحل لكم الأسئلة بتاعت كتاب برافو في فيديو اللي بعد ده على طول إن شاء الله. لما نبدأ شرح، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة ولايك للفيديو. عندكم أي سؤال اكتبوا لي في الكومنتات وهرد عليكم إن شاء الله. ولو أي حد حابب ينضم معايا في جروبات الأونلاين هسيب لكم رقمي في الديسكريبشن بوكس. ويلا بينا نبدأ. يعني إيه أدوات التجزئة؟ أداة التجزئة دي بنستخدمها للدلالة على جزء من الشيء وليس كله. يعني إيه؟ يعني أنا مثلا ماما قالت لي روحي السوق واشتري طماطم. هل أنا هشتري الطماطم اللي موجودة في السوق كلها؟ أكيد لا طبعا، أكيد هروح أشتري جزء. فلما أجي أقول بالفرنش أنا هروح أشتري طماطم، هحط قبل كلمة طماطم أدوات تجزئة اللي احنا هنقولهم دلوقتي. لما ماما تكون عاملة الأكل وأنا رايح آكل، أكيد مش هاكل الأكل كله، أنا هاخد جزء من الأكل لأن في ناس هتاكل معايا. فبرضو لما أجي أتكلم عن إن أنا هاكل حاجة هستخدم أداة تجزئة. بس تعالوا بقى نشرح الدرس ده على السبورة الأول وبعد كده نرجع للكتاب. أدوات التجزئة هما الدو والدو لا والدو ال أبوستروف والدي. هما دول أدوات التجزئة. دايما احنا عندنا في الفرنش أدوات زي مثلا أداة المعرفة، أدوات النكرة اللي أخدناهم في الترم الأول. وزي ما اتعودنا إن دايما في الكلمات بتاعة الفرنش في كلمة مذكر، كلمة مؤنث، كلمة بدوء متحرك، وكلمة جمع. نفس الكلام هنا، الدو أول واحدة بتاعة المفرد المذكر، والدولة بتاعة المفرد المؤنث، والدو الأبوستروف بتاعة المفرد بس اللي أوله حرف فويل، حرف متحرك أوله متحرك. وإيه هي حروف المتحركة؟ حروف المتحركة عندنا هم نفس الحروف بتاعت الإنجليش، ال A وال E وال I وال O وال U، ومعانا زيادة عليهم حرف الإجراك اللي هو حرف الواي. ومعانا ساعات بيجي حرف الأش. حرف الأش ساعات بيجي متحرك وساعات بيجي ساكن. زي إيه؟ لو اتنطق زي كلمة هاند بول، لعبة الهاند بول، نطقت الأش نطقتها اهي هاند بول، يبقى ده كده اتنطق، يبقى ده كده حرف كونسون ساكن. أما مثلا زي كلمة أم، أم يعني رجل، فأنا نطقت الأش نطقت من أول الأو أم، يبقى دي كده حرف فويل. حرف الأش هنا يعني نتعامل معاه على إنه فويل متحرك. تمام، أتمنى تكون وصلت. ودي كده يعني معلومة أصلا من الترم الأول. بعد كده الدي الأخيرة هي الجمع بنوعيه سواء كان مذكر أو مؤنث. وقلنا هتيجي مع ايه؟ هتيجي مع المأكولات والمشروبات، فلازم تحفظ المأكولات والمشروبات كويس قوي، وتعرفوا كمان الكلمة دي مذكر ولا مؤنث. تمام، يبقى عندنا الدو، دو لا، دو الابوستروف والدي، وبيجي بعدهم المأكولات او المشروبات. طب هما بيجوا مع فيربات ايه؟ هما يجوا مع فيربات اكيد طبعا. عادة بيجوا مع الفيربات اللي هكتبهم لكم دلوقتي، اللي هما فيرب مونجي معناه يأكل، فيرب مونجي. معانا كمان فيرب بوار اللي موجود في الفيديو اللي فات، بوار ده اللي معناه يشرب. وفيرب بروندر برضو كان موجود في الفيديو اللي فات، معناه يتناول، وكان ليه 3 معاني. كان معناه يتناول ويأخذ ويركب، بس أنا عايزة في الدرس ده اللي هو بتاعت فيرب بتاعت أدوات التجزئة، فيرب بروندر معناه يتناول، بيجي مع المأكولات والمشروبات. فيرب أشيتي يشتري. وفيرب فولوار كنا اخدينه في الترم الاول، لما باجي اتكلم باحترام اقول جو فودغي انا عايز كذا، يبقى جو فودغي هي اصلا فيرب فولوار. وهناخد برضه تصريف فيرب فولوار بالتفصيل قدام ان شاء الله. معناه ايه فولوار؟ ده معناه يريد، عايز، يريد، فيرب فولوار. يبقى انا الفيربات دي دول اكتر فيربات هتيجي مع المأكولات والمشروبات. انا عايز اكل فهتاخد، هتقول جو مانج انا عايز اكل، وتحط اداة تجزئة وتحط الاكل اللي انت تاكلها. عشتي اشتري هتقول نفس الكلام، هتقول انا هشتري وتحط الاكلة بس قبلها تحط برضو اداة تجزئة. نفس الكلام مع اي حاجة من الفيربات دي. طب مثال عشان نفهم اكتر، ناخد مثال. مثلا قلت جو بوا نقط تي، تي ده يعني شيء، وهقولك اختار دو ولا دو لا ولا دو الابوستروف، تختاروا ايه؟
اول حاجه نروح نبص على الفيرب كان ايه. فيرب بوار يشرب، ونبص على الكلمه تي شاي ونفكر هي الكلمه دي كانت مذكر ولا مؤنث. الكلمه دي كانت مذكر يبقى تاخد الديو. ده اول مثال. طب تاني واحد، ناخد واحد كمان. لو قلت مثلا je mange نقط، واحط مثلا اورانج، واقول لك اختاروا الدو ولا الدو الابوستروف ولا الدولا. اول حاجه زي ما قلنا هنعمل ايه، نروح نبص على الفيرب، فيرب مانجي ياكل، ونروح نبص على الكلمه الاكله اورانج. واحد يقعد يفكر لي دي مذكر ولا مؤنث، ومن غير ما تفكر مبدوءه بحرف ايه، مبدوءه بحرف فويل، حرف متحرك. اول ما تسمع حرف متحرك ده وتشوفه يبقى دو الابوستروف على طول من غير ما تفكر. لو حطيت لأي واحدة فيهم حرف الاس في الآخر يبقى على طول هتختاروا ايه. لو حطيت للأكلة حرف الاس في الآخر زي مثلا كده اورانج، تبقى آخرها اس، يبقى أنا أكيد أكيد هروح أحط هنا ايه، أحط الدي اي اس. أي أكلة هيبقى آخرها اس أحط لها دي اي اس. اسمها الدي، تتنطق كده دي، ما اسمهاش ديس، مش حاجة اسمها كده. تمام. يبقى دينا فهمنا الجزئية اللي هنا، ان انا قلت ادوات التجزئه، وعرفنا ايه هما: الدو مع المذكر، الدو لا مع المؤنث، الدو الابوستروف مع المتحرك، والدي مع الجمع، وعرفنا بتيجي مع فيربات ايه. بعد كده ايه اللي بعده؟ ملحوظه مهمه قوي قوي قوي، هيقعد يلعب لي عليها بقى في الاسئله. ايه هي؟ في النفي تحول ادوات التجزئه اللي هما مين؟ قلنا ان هما الدو والدو لا والدو الابوستروف والدي، الى هيتحولوا ايه بقى؟ الى دو او دو ابوستروف بس. اول ما اشوف نفي، يعني ايه نفي اصلا؟ في الترم الاول كنا بننفي بحاجه اسمها ان والبا، ويمكن تبقى ان ابوستروف لو في حرف متحرك في هنا، وبحط ما بينهم الايه، بحط ما بينهم الفيرب. يبقى انا بنفي بحاجه اسمها ان والبا، وبحط ما بينهم الفيرب، بيساوي زي في الانجليش كده كلمه not. نحط الفيرب الاول بعد كده نحط كلمه not في الانجليزي. لكن احنا عندنا في الفرنش بننفي بالنو والبا. فاول ما نشوف حاجه اسمها النو والبا ونحط ولقينا فيربات من الفيربات اللي احنا فوق دي، بوار، مونجي، براندر، اشيتي، فلوار، انا عارف ان انا كل دول مش هفكر فيهم. لا افكر هي كلمه مذكر ولا مؤنث ولا مجمع ولا اي حاجه، لا، انا على طول هحط يا اما دو يا اما دو ابوستروف. هنا الدو لو اولها ساكن، والدو ابوستروف لو اولها متحرك. طب مثال، لو انا كده قلت je ne bois pas، قلنا بوا ده معناه يشرب. je ne bois pas نقط كافيه، عايزه اقول أنا ما بشربش قهوه، ويجي يقول لي اختار دو ولا الدو ولا الدولا. المتسرع راح بص على كلمة كافيه على طول، دي مذكر أنا حافظها ومتأكد 100%، يروح يختار الديو. غلط طبعا، هيتعمل له غلط في الامتحان. ليه؟ لأن هو ما بصش على الفيرب. راح ما بصش على الفيرب وراح شافه هو فيه نفي ولا طب فعل تاني غير الأفعال اللي احنا عارفينها ولا أي حاجة. لا، هو راح متسرع جدا. عمل ايه؟ راح بص هنا على كلمة كافيه لقاها مذكر، راح اختار الديو. المفروض نختار ايه؟ ابص على الفيرب الاول ولقيت نفي وفيرب بوار، يبقى على طول اختار الدو اللي هي الدي على طول. طب واحدة كمان، لو انا قلت كده il ne mange pas نقط orange، وهيجي يقول لي اختار الدو ولا الدو لا دو الا ابوستروف ولا الدو ابوستروف. واحد برضو متسرع يروح يبص على الكلمة دي اورانج، ده اولها متحرك، اروح اختار الدو الا ابوستروف. طب مش اللي مش الدي ابوستروف. طب ما هو انت بص هنا في نفي، واحنا لسه قايلين انه تحول ادوات التجزئه اللي هم الاربعه دول الى الدو والدو ابوستروف لو في نفي. وطالما في نفي في الجمله وفي عندي فيرب مونجي، يبقى اروح اختار دو ابوستروف مش دو ال ابوستروف. لحد هنا تمام؟ لحد هنا تمام. كده احنا خلصنا الجزئيه اللي هي ايه هم ادوات التجزئه، سوري، وعرفنا ايه الملحوظه عليها في النفي. نيجي بعد كده لحاجه مهمه والاخيره، كام فيرب كده. فيرب ايمي معناه يحب، وفيرب بريفيري معناه يفضل، وفيرب adorer معناه يعشق، واخر واحد détester معناه يكره. ايه كل ده بقى؟ بيسموا كلهم كده
أفعال الحب والكراهية. ولو ركزنا هنلاقي إن آخرهم كلهم ER، يعني كلهم مجموعة أولى بيتصرفوا بنفس الطريقة. بنشيل ER زي ما اتعودنا في الترم الأول، ونحط النهايات و S و ONS و Z و NT. الكلام ده قديم. الفيربات دول الأربعة ممكن يجوا لي في الجرامر، ممكن يجوا. يقول لي صرف لي فيرب ايمي ويحطوا لي من قوسين. ركزوا مش هيجي اختيارات، هيقول لك صرف لي الفعل. اي فيرب من دول هيبقى الموضوع تافه، هتشيل ER وتصرف الفعل. بس ده مش موضوعنا دلوقتي. احنا موضوعنا ان انا لو مثلا عايزه اقول انا بحب التفاح، هتقولها ازاي؟ هياخدوا ادوات تجزئه، يعني قبل الكلمه اللي هي التفاح دي هتاخد اداه تجزئه؟ قال لي لا، مش هتاخد اداه تجزئه. لو شفت افعال حب وكراهيه اخد معاهم ادوات معرفه، يبقى مش هاخد اداه تجزئه. امال ايه هما ادوات المعرفه؟ هم بتوع الترم الاول اللي هما اللو واللا والال ابوستروف واللي. بتعرفني ان الكلمه دي فيها الف ولام. انا بحب التفاح، احنا بنقول كده بالعربي. انا بحب التفاح، بحط الف ولام. نفس الكلام بالفرنش. لو شفنا افعال حب وكراهيه لازم احط لو او لا او ال ابوستروف او ليه. تمام. طب لو منفيه هروح اختار بقى دو او دو ابوستروف؟ لا طبعا. لو واحد ده هيفكر بالطريقه دي وبيغلطوا فيها كتير، هروح اختار دو او دو ابوستروف؟ غلط. في النفي برضو بختار لو او لا او ال ابوستروف او ليه. سواء مثبتة أو منفية باخد أدوات معرفة أهو، سواء مثبتة أو منفية بناخد أدوات معرفة. دو أبصرف النفي ما باخدهمش أبدا مع أفعال الحب والكراهية الأربعة دول. طب أمثلة طيب. لو أنا جيت قلت كده جيم نقط بوم، واللي بعدها جو نيم جو نيم با نقط بوم، نفس الكلمة اهي. ويجي يقول لي اختار دو ولا اللا ولا الدولا. بيلخبطني كده ويقول لي هتختار ايه. فاول واحده بيقول لي جام نقط بام. اول حاجه اروح ابص عليها الفيرب. فيرب ايمي يحب ده من الميس قالت لي عليه ان هم افعال الحب والكراهيه دايما بياخدوا يا اما لو يا اما لا يا اما الابوستروف يا اما ليه. خلاص الموضوع سهل، يبقى احط هنا اللا. صح. واحد هنا ده في نفي، الميس قالت هنروح نختار الدو اول ما نشوف النفي. ده الكلام ده مع الافعال الاولانيه اللي احنا خدناهم دول، مونجي بوار بروندر اشيتي فولوار بس. لكن اي فيرب تاني لا، مفيش الكلام ده. فيرب ايه؟ الافعال الحب والكراهيه. افعال الحب والكراهيه بياخدوا ادوات معرفه دايما. يبقى انا برضو هنا في السؤال التاني برضو احط لا. يبقى هنا السؤال الاول والسؤال التاني زي بعض. هو فيربين نفسه هما فيرب ايمي يحب. طب لو حطيت ديتستي يكره، نفس الكلام. انا لا اكره التفاح، يبقى هقول برضو لا. افعال الحب والكراهيه بتاخد ادوات معرفه. لحد هنا كده خلصنا شرح الايه، شرح اللي موجود في الكتاب. نروح بقى نرجع عشان نحل الأسئلة. ادي الكلام اللي هنا كله ده اتشرح على السبورة. الكتاب ده زي ما قلت لكم جينيال، وهحللكوا الأسئلة اللي موجودة في برافو. بس الشرح هو متقلقوش. نيجي بقى نشوف الأسئلة. بيقول لي في رقم واحد tu bois. أول حاجة بتبص عليها الفيرب ده بوا يشرب. بعد كده أروح أشوف الكلمة. عندي الأو دي معناها المياه، الماء. الكلمة دي مذكر ولا مؤنث؟ مش مهم، مش مهم. ده أولها إيه؟ ده أولها حرف متحرك. طالما أولها حرف متحرك يبقى هتاخد دو إلا أبوستروف على طول. طب رقم اتنين أون أشت، أروح أبص على الفيرب. فيرب أشتي يشتري. نبص على ده على الكلمة فغوي فواكه. برضو مذكر ولا مؤنث؟ مش مهم برضو. ليه؟ علشان في عندي حرف اس في الآخر، وأول ما يبقى في حرف اس خلاص الموضوع بقى سهل، يبقى أكيد هتاخد الدي الجمع. اللي بعده رقم ثلاثة tu prendre، عندي verb prendre وفي كلمة كافيه. تاخد ايه؟ كلمة كافيه دي مذكر يبقى تاخد الدي، اسمها دو. طب اللي بعدها رقم أربعة je prends، عندي verb prendre وكلمة ليموناد. ليموناد لما جيت حفظت كانت كلمة مؤنث يبقى تاخد دولا. اللي بعدها le petit enfant، الطفل الصغير. مونج، أنا يهمني verb مونج. وكلمة شوكولا، كلمة شوكولا كانت ايه؟ كانت مذكر يبقى تاخد الديو. اللي بعدها ما مير ناشيت
فعندي نافية، اول ما اشوف النافية اروح اختار الدو. لو حد مش مركز لجم اخرها اس، يا مثلا هروح اختار الدي اي اس. غلط. عندك نفي، وفي فيرب اشيتي بيتأثر بالنفي، يبقى احط الدو. رقم 7، المونج عندك كلمة فروماج، فعل مونجي، وكلمة فروماج اللي هي الجبنة، تاخد ايه؟ تاخد ديو عشان مذكر. رقم 8، سمير أشت، عندك كلمة بان الخبز، كلمة بان الخبز تاخد ايه؟ تاخد الديو عشان مذكر. رقم 9، نو جو مونج، كلمة فيرب مونجي وكونفيتير مربى، تاخد دول عشان مؤنث. إيلام بوكوب، أنا بحب كثيرا، وعندك كريم. هنا عندك إيه؟ عندك كلمة إم يحب، يبقى روح اختار إيه؟ يختار لا كريم، لأن إيه؟ أفعال الحب والكراهية بتاخد لو لا إلا أبوستروف ليه ما اخترتش له؟ عشان كلمة كريم مؤنث. شوف اللي بعده، هنا بيقول لي حط في النقط ارتيكل بارتيتيف اللي هي ادوات التجزئه، اللي هم ايه؟ اللي هم الديو والدولا والدو الابوستروف والدي، حاجه من الاربعه دول. ما فيش بقى لو ولا والا ابوستروف، هو قال لي ارتيكل بارتيتيف. رقم اول نقطه بيقول لي سوبر مارشي، مامون اشيت، وعندك كلمه فروماج، احنا لسه حالنا فوق اصلا بتاخد الديو عشان مذكر. اللي بعدها اوف البيض اخرها اس، يبقى تاخد ديزوف. كلمة بير الزبدة تاخد ايه؟ بير كلمة مذكر، يبقى تاخد ديو. اللبن ليه تاخد ديو عشان مذكر. كونفيتير تاخد دو لا عشان مؤنث. يبقى الدرس ده زي ما قلنا معتمد على المذكر والمؤنث. حفظت المذكر والمؤنث وفهمت القاعدة، مع النفي بنعمل ايه، مع افعال الحب والكراهية بنعمل ايه، خلاص يبقى كده الدرس ده بالنسبة لكم بقى تمام وما فيهوش اي مشكلة. قلت لكم هحل لكم كتاب برافو ان شاء الله. وبس كده الفيديو خلص. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة ولايك للفيديو. ولو اي حد حابب ينضم معايا في جروبات الاونلاين هسيب لكم رقمي في الديسكريبشن بوكس. واشوفكم في فيديو جديد. اوروفوار.